تخيل ان العالم كله كان مستني حرب كبيره قوي من امريكا وايران، وفجاه نفس الاتنين قاعدين بيتكلموا عن اتفاق خلال 60 يوم. بس الصدمه مش هم اللي بيحركوا اللعبه، في طرف ثالث قلب الطاوله كلها. مين هو ده بقى الطرف الثالث؟ القصه دي مش خبر واحد، ده فيلم سياسي بيتكتب على الهواء مباشره. من سنين العلاقه بين الولايات المتحده وايران كانت ماشيه كده، تهديدات، عقوبات، انسحاب من الاتفاق النووي، وتصعيد مستمر من زمن ترامب، وكأن الشكل الطبيعي المتوقع حرب او مواجهه كبيره. بس اللي حصل دلوقتي مختلف خالص. الاتفاق قرب. تسريبات من رويترز بتقول في اتفاق شامل ممكن يحصل خلال 60 يوم، يعني الحرب ما انتهتش. يعني بدل ما كنا مستنيين صواريخ بقينا مستنيين توقيع اتفاق. بس استنى بقى، الدنيا مش وردي خالص. اللاعب الغريب اللي داخل اللعبه في وسط امريكا وايران ظهر اسم محدش كان حاطه في الحسبان، وهي باكستان. والراجل اللي ماسك الخيط عاصم منير. تخيل كده خناقه بين اتنين كبار ويجي واحد من بره يقول لك يا جماعه بس بالراحه شويه. بس المره دي الكلام ده كان مؤثر فعلا. التقدم الحقيقي في المفاوضات حسب المصادر، المفاوضات عدت مرحله جس النبض ودخلت في تفاصيل اتفاق حقيقي، وفي تفاهمات مبنيه بدات تظهر. نقل اليورانيوم المخصب الايراني بالكامل، رفع تدريج العقوبات، تقليل الانشطه النوويه. يعني في صفقه بتطبخ مش مجرد كلام. لكن هنا المشكله الكبيره، الخلاف الاساسي لسه موجود. امريكا عايزه تجمد نووي 20 سنه، ايران عايزه 3 أو 5 سنين بس. يعني باختصار، واحد بيقول نقفل الموضوع خالص، والتاني بيقول بس شويه كده ونكمل. مضيق هرمز زرار الضغط العالمي. في وسط كل ده في نقطه ممكن تولع الدنيا. مضيق هرمز حوالي 20% من نفط العالم بيعدي منه. دي كارثه. اي توتر فيه اسعار الطاقه تنفجر، اي اشتباك، اي ازمه عالميه. يعني مش بس صراع اقليمي، ده زرار اقتصاد العالم. اسرائيل تدخل على الخط. اسرائيل وبنيامين نتنياهو بيقولوا اي تصعيد ضد ايران ممكن يفتح باب التطبيع مع السعوديه. يعني الحرب هنا مش بس حرب، دي كمان صفقات سياسيه كبيره. بعدها بقى يا صاحبي في تقارير قالت حاجه خطيره جدا. امريكا ما فيش قدامها اي خيار مريح. حرب يعني كارثه دبلوماسيه ناقصه، احتواء مكلف جدا. يعني امريكا محشوره في زاويه التصعيد على الارض، وفي نفس الوقت مفاوضات فشلت بعد 21 ساعه. واشنطن قدمت العرض الاخير، ايران رفضت الخطوط الحمراء، وكمان تحركات عسكريه امريكيه. ايران دي عنيده جدا. قاذفات استراتيجيه في المنطقه، استعداد لاي سيناريو. يعني تفاوض على الورق وتجهيز حرب على الارض. كل الاطراف بتلعب نفس اللعبه. امريكا تضغط، ايران تناول، اسرائيل تربط الصراع بالسلام الاقليمي، باكستان تلعب دور الوسيط، ومصر تلعب دور الوسيط، وتركيا تلعب دور الوسيط. الصين وروسيا في الخلف بيزودوا التعقيد. المهم بقى، بص يا صاحبي، بص بقى من بعيد، شوف السياسه المعقده. الفلوس، اي تصعيد النفط يغلى، اي اتفاق اسعار تهدى. 2 الامن العالمي. مضيق هرمز نقطه الانفجار. اي غلط ازمه عالميه. مستقبل العالم. احنا مش قدام ازمه عاديه، ده ممكن يكون اعاده تشكيل للتحالفات العالميه. الخلاصه بقى يا صاحبي ببساطه كده، امريكا وايران قربوا من اتفاق بس مش مضمون. باكستان دخلت كوسيط غير متوقع. مضيق هرمز هو اخطر نقطه في اللعبه. التحليل الدولي بيقول مفيش حل سهل لاي طرف. باتفاق تاريخي، تصعيد عالمي جديد. سؤال بقى، انت شايف ايه الاقرب دلوقتي؟ اتفاق يغير شكل الشرق الاوسط، ولا احنا داخلين على تصعيد اكبر مما تتخيل؟ سيبنا رايك في التعليقات. الله المستعان، وتحيا مصر.